مساء الدلع يا جماعه، عاملين ايه؟ احلى مسا عليكم. سواء حضرتك رحت صيفت السنه دي او ما رحتش، انا هجيب لك المصيف لحد عندك. 12 سنة بحالهم ما صيفتش، نفسي اصيف. صدقني انت فاهم المصيف غلط. ودوني معلش. كنت بسأل واحد صديقي بعمق، هو انت لو بقيت غني ومعاك فلوس كتير جدا هتصيف فين؟ اسبانيا ولا ريفيرا ولا ميامي؟ مش ميامي بتاعت اسكندريه، ميامي. مش دي اللي بعد شاطئ البترول اللي في فايد؟ لقيته بص لي كده وقال لي انا لو معايا فلوس كتير هصيف في مصر. مصر امانه بين ايديك. لقيت ان فعلا عنده حق، سواء بحر ابيض او بحر احمر هتتبسط. شرم الشيخ، دهب، خليج نعمه، راس محمد جميله راسي، انت لو جيت دماغي هتتبسط. تعالى الميه معدنيه. المصيف هنا في مصر من احسن المصايف في العالم، بس انت اللي بتصيف غلط. هفهمك الموضوع ده دلوقتي. يلا بينا يا جماعه، انا جاهز اهو. ان شاء الله رحله ميمونه وهنحكي لاحفادنا عليها. المصيف واللي بيبقى ليه استعدادات غير الاستعدادات اللي حضرتك بتعملها. في ناس بتجهز للمصيف من الشتاء. بقول لك ايه بقى، مجازين امك ما تجننيش، انا متضايق، انا مش من شرم. اولا يبدا بالفورمه، طبعا هتروح تقلع ملط فلازم تداري الترهلات اللي عندك، انا دوست على اللي لقيت دول، او على الاقل تملى الخشبتين بدل ما انت العقل السليم في الجسم السليم. جيم مكثف، رياضه، فورمه جميله، استعداد بدنيا. هو فاضل قد ايه على الكيلو 270؟ لسه ما اتحركناش. حضرتك بتفكر في لون الشورت اللي انت هتسافر بيه، في ناس بتفكر في نوعيه العربيه اللي هيسافر بيها. مرسيدس، لامبورجيني يوز، مرسيدس بنز ام 200، رينج روفر. سيبك من البي واي دي اللي معاك يا عم انا على الله يا عم. 5 مسافرين في بي واي دي و3 موظفين في افيو، احنا كمان رايحين الغردقه، هاتهم واركبوا ورا يلا. واسره كامله في عربيه فيات. احنا فقراء. بعد ما عملت فورمة الساحل وبعد ما رسيت على نوع العربية، بننتقل للمرحلة الثالثة. السنة دي أنا هحجز في حفلة عمرو والبس أبيض في أبيض، لا أنا هروح حفلة تامر. امنت بالله. والله المرحلة الرابعة رقابيا مش هنقدر في أطفال بيتفرجوا على هذا الفيديو. باي مو. باي، اشوفكم على البحر. بقى يا بنات انا هبقى معاه، ما تتاخروش بقى عشان تلحقوا البحر. ولكن بتستغل فورمتك. اهم حاجة وانت رايح تصيف ان انت تستمتع بطريقتك، مالكش دعوة الناس بتصيف ازاي، شوف انت عايز تريح اعصابك ازاي واعمل ده. 4 موخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون، اكسترا منت، اكسترا اي. وصدقوني مفيش اجمل من مصر عشان تقضي فيها وقت ممتع. تسافر شرم الشيخ بعيد قوي. اوعى تفتكر ان انت لو سافرت اوروبا هتتبسط، وانت هتتبسط بصراحة يعني. ايه اكتر حاجه حرام ممكن نعملها دلوقتي؟ تاكل فستق؟ لا اعوذ بالله، مش للدرجات يعني. سواء صيفت او ما صيفتش، افتكر معايا كده اجمل لحظات قضيتها في المصيف في حياتك. جوني شفت الطريق، قنديل البحر يا جوني. فين ايام ما كنت بتاخد معاك مضارب الراكت عشان رايح المصيف، والجردل والشوكة ونقعد نحفر؟ ما زلت طفل حتى الان. البلد اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. هتلاقي ان الفرق في اللمة، الناس اللي حواليك، المواقف الجميلة اللي انت بتتعرض لها. فيها بيض يا جوني. قعدتك نص ساعة قدام البحر وانت بتسمع فيروز، تعريض الكرش لأشعة الشمس مهم. يلا اكتبوا لنا في الكومنتات انت صيفت فين السنة دي، وما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفك الحلقة الجاية وهتوحشوني. ادي معاك يا سيدوني، ادي معاك سيدوني. لا